بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان في الوطن العربي الكبير، يا لها من ليلة ويا للمشهد العظيم المنتظر في هذا الموعد الكبير جدا في هذا المكان. لا تتظاهر بأن الأمر لا يهمك، إني أستمع إلى دقات قلوبكم. لا تدعي بأنك تحافظ على هدوئك الآن، أنت تشعر ببعض القلق وشيء من التوتر. لا يوجد سبب كاف لعدم الخوف، الأمر أشبه بلحظات الإقلاع. هل أنت مستعد للتحليق؟ هل لديك فوبيا المرتفعات؟ هل تخشى الأماكن العالية؟ هل تحتفظ بدعاء السفر؟ مشاهدينا متابعينا في كل مكان، طائرة الكلاسيكو تستعد للانطلاق. نتمنى لكم رحلة ممتعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر هذه اللحظات وهذا الملعب الذي يمتلئ تقريبا عناخر في الجوهرة المشعة في جدة، عروس البحر الأحمر التي تبحث اليوم عن عريس السوبر في النسخة رقم 41 من تاريخ هذه البطولة. وفي نهائي آخر يصل بين الفريقين وتحديدا النهائي العاشر عبر مواجهة الفريقين في سوبر إسبانيا الكبيرين اللذان يقسمان العالم إلى نصفين. لا أحد لا يعنيه هذا الأمر، لأن هناك من يعرفه يعنيه هذا الأمر. الصافرة تأتي. تحيات محدثكم فارس عوض. شوط المباراة الأول لهذا اللقاء في المتعة المنتظرة في القمة الكبرى في استمعوا إلى التشجيع، استمعوا إلى المدرجات. الحضور كبير جدا، ولكننا بانتظار حضور الفريقين في هذه المباراة. الكرة بترجع مرة أخرى باتجاه بيلينغهام اللي بدوره بيرسل الكرة من جديد. عادت بعد ذلك إلى بالدي يتقدم. البارسا يقترب. الانطلاقة السريعة. رافينيا بيرسل الكرة إلى لامين إلى الصغير. التصويب. الله البداية الأولى، لكن الكرة بتتحول مرة أخرى من جديد من كورتوا. ضربة ركنية. كرة بتتحول بعد ذلك إلى ضربة ركنية كانت عن طريق لامين يامال بعد حل الفردي. رافينيا الرجل الذي يقدم موسما سوبرا في حتى الآن بالنسبة للمدرب هانز فليك. ينتظر هو الآخر. قمة عاشرة، نهائي عاشر، العرضية الرأسية، لكن الكرة بترجع مرة. رافينيا اللي بدوره بيرسل الكرة عرضية. شوف البارسا الذي يتقدم. تعود الكرة مرة أخرى، لكن الكرة صارت مقطوعة. يا كيليان لو عدى صوب. الله كل أهدافك السابقة كانت إعلان توقيع في الكلاسيكو، تكون إعلان المحبة رسميا. هنا أنت تحدد مكانك ومكانتك. يا كيليان يا للبداية. القصة في فصلها الأول جميلة جدا، تجعلك تتوق لرؤية فصول أخرى. الله يا كيليان مبابي يا للارتداد. هنا سقوط كاسادو، هنا تقدم كيليان، هنا صناعة فينيسيوس، هنا هدف الأول. الكرة بترجع والكرة بتتحول مرة أخرى من جديد. شوف التصويبات، شوف الكرة، شوف الإنهاء، شوف البداية.
ميليتاو، شواميني، فالفيردي، كامافينجا، بيلينغهام، فينيسيوس وكيليان مبابي. ليفاندوفسكي. هجمات المرتدة ستكون سريعة وخطيرة من فريق الكتالوني. خطأ اللي عملوا فانسون كومباني انه ضغط القدام، خلى مساحات ولعبوها في ظهرهم. بداية خطيرة يا مبابي، كيليان والجول، كيليان يضيع الهدف الاول. مش ممكن بقطع النظر على الاوفسايد، بقطع النظر على انه تسلل. الهربة الاولى، الدفاع المتقدم خطير يا بارسا مع الريال مدريد. الهربة والداخلة، يمشي كيليان مبابي يعمل مراوغة، يدخل كيليان يباسي لفيني، اول لمسة من فيني وضيعها ما يمشيش، والتسلل واضح. الريال 4 رسائل في اخر المواعيد. الريال مدريد يتقدم من اليسار، جاهم الصاروخ، جاهم الطيارة، الجول مش ممكن. ريال مدريد يغير رأيه في راؤول أسينسيو. غير نادي ريال مدريد نظرته للاعب الشاب راؤول أسينسيو بعدما أخرج اللاعب شخصيته الحقيقية للعلن، ودفن الشكوك التي كانت موجودة داخل النادي بشأنه للأبد. النادي الملكي كانت لديه بعض الشكوك حول شخصية المدافع الشاب عندما كان يلعب بصورة منتظمة في فريق الرديف، حيث كان الميرينجي ينظر إليه على افتقاده للحضور، لكنه أثبت عكس ذلك بمرور الوقت خلال السنوات الأخيرة. وحصل أسينسيو على فرصة مع الفريق الأول هذا الموسم بعدما ضربت الإصابات الخط الخلفي لكتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلا رحمة، لينال اللاعب إعجاب مدربه. ووفقا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن كارليتو معجب بما قدمه اللاعب في اللقاء الماضي أمام ريال مايوركا. وتتفق يومية آس الإسبانية مع التقرير المنشور صباح الأحد عبر ريليفو، حيث ذكرت أن النادي الملكي بدأ ينظر لراؤول أسينسيو على أنه خيار جاد للاستمرار في الفريق الأول في ظل حب النادي لشخصيته. ووصفت اليومية المدريدية ما يفعله راؤول بأنه استنساخ للمدافع السابق ناتشو فرنانديز الذي كان يقدم أداء عاليا مع الفريق رغم أن تكلفته منخفضة.